رغم ان انا مش موافق على اللي حصل وبرفض اللي حصل تماما، ولكن واجب عليا لان احنا الرجاله، ان الرجاله بتقدر مواقف الرجاله، فلازم اتوجه بيه بالشكر هؤلاء. الموضوع ولادي امبارح راجعين من مدينة طنطا، كانوا بيزوروا ناس اصحابهم في مدينة طنطا، وكان معاهم السواق وكان معاهم احد افراد الامن. المهم بعد مدينة طوخ في القليوبية وقبل مدينة اليوب في المنطقة اللي في النص دي، وقفوا العربية. كانت حوالي الساعة 1 بالليل، معرفش كانوا بيعملوا ايه، ونزلوا من العربية. وأثناء نزولهم من السيارة جت عربية ميكروباص وقطعت الطريق على العربية، وورا العربية عربية نص نقل بحيث ان العربية ما تعرفش تتحرك. ونزل عليهم 3 تقريبا بالأسلحة، كل واحد معاه سلاحه مسدس بتاعه، وطلبوا من الولاد ان هم يطلعوا اللي معاهم ويدوهم الحاجة ويمشوا بعيد ويسيبوا مفتاح العربية في العربية. طبعا بتاع الأمن كان نايم، والسواق ذهل لأنه راجل كبير في السن شوية. فالحقيقة أحد أبنائي قال لهم أنا اسمي محمد توفيق عكاشة، ابن الدكتور توفيق عكاشة. فقالوا له أنت كذاب. فطلع لهم البطاقة، ففي واحد فيهم بيعرف يقرأ ويكتب كويس، فقرأ البطاقة فقال له فعلا ده ابن الدكتور توفيق عكاشة. قال له طب والتاني؟ قال له وري له بطاقته، فطلع ابني برضه ابراهيم. الحقيقة هم طبعا باسوا الأولاد وبعتوا لي رسالة سلام وتحية، وقالوا للأولاد احنا نفدي أبوكم برقبتنا. وقعدوا ماشيين وراهم لغاية ما دخلوهم إلى مدينة القاهرة.